ايه السواد ده كله؟ ياه، ده الجو برد قوي. مش حاسس باطرافي. ايدي ورجلي متلجين بشكل مش طبيعي. انا مش شايف حاجة خالص. مفتح عيني بس الدنيا حواليا كلها سواد، كحل. مش شايف حتى كف ايدي. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا مش فاكر اي حاجة. اخر حاجة فاكرها هو موت عمتي. ايوه، الكلام ده من حوالي برضو مش فاكر. بس في حاجة كده لو عملتها ممكن افتكر، والحاجة ديت هي الطقوس اللي احنا متعودين عليها. تقوم تحضر سماعتك وقهوتك وتجهز علشان سهرتك. في الوقت ده لقيت قلبي اتقبض وبيدق بقوة. يمكن ده حصل لاني حسيت بعيون بتراقبني، والاحساس اتحول ليقين لما لقيت اكتر من عين ظهروا فجأة في الضلمة واختفوا. عيون بيضة تماما. مع اختفاء العيون دي بدأت أسمع أصوات حواليا. في صوت هوا سامعه جاي من مكان جنبي. صوت الرياح غريب جدا، عامل زي همسات الشياطين، بجانب أصوات عواء ونباح لكلاب. الواضح إن عددهم كبير. عايز أتحرك بس مش قادر. عايز أنطق برضه مش قادر. أنا حتى معرفش أنا فين. بالتدريج بدأت الرؤية توضح شوية شوية لما عيني اعتادت على الضلمة اللي الفارد سيطرته على المكان اللي كان بالنسبة لي صدمة مفزعة، لأني لقيت نفسي واقف في قبر. أيوة، واقف في قبر. ومش أي قبر، ده قبر عمتي صفاء الله يرحمها. عمري ما توه عنه. مش هلحق أنسى أي تفصيلة من تفاصيله. بس أنا جيت هنا إزاي؟ القبر بابه من بره حديد، مقفول بقفل ومتجنزر. إزاي أنا دخلت هنا أصلا؟ بلعت ريقي وبدأت أمسح بعيني المكان كله. الهدوء عم وما بقتش سامع غير دقات قلبي. في الوقت ده التنميل في رجلي بدأ يقل. أول حاجة عملتها إني رحت على الباب وفضلت أهزه علشان أفتحه، بس هو كان ثابت ومش راضي يفتح. إزاي هيتفتح أصلا وهو مقفول بقفل من بره؟ بصيت يمين وشمال عايز أشوف أي حد يلحقني، بس طبعا مفيش. مين اللي هلاقيه هنا في الوقت ده أصلا؟ لفت نظري من بعيد كلب ضخم بدأ يقرب ناحيتي، وانا بخرج راسي من فتحة الباب الحديد. بكل هدوء قرب مني. عيونه بيضة وخارج منها توهج او لمعة مميزة ومرعبة. افتكرت من لحظات لما شفت اكتر من عين مضيئة معايا في القبر. لفيت نفسي بسرعة وبصيت ورايا وانا مرعوب. مفيش اي حاجة. عيني وقعت على الطاقة اللي مدفون جواها عمتي. لقيت الباب المربع الصغير اللي قافل الطاقة بيتهز كأن في حد جواه بيحاول يفتحه. قلت لنفسي معقول تكون عمتي لسه عايشة؟ بمجرد بس ما فكرت في كده جيت علشان اروح اشوفها. ما لحقتش اتحرك لان باب الطاقة الصغير اتشال من مكانه بسبب ضربة قوية من جوه. بلعت ريقي من الخوف وانا باصص على الباب اللي استقر جنبي على الارض. رجعت ابص تاني جوه الطاقة، ما كنتش شايف بوضوح. جوه ضلمة. بدأت انادي على عمتي واتحرك خطوة. انادي وانا بقرب اكتر. مش عارف ازاي كل ما كنت اقرب اكتر الضلمة بتزيد اكتر، لحد ما بقى بيني وبين فتحة الطاقة حوالي متر. نزلت على ركبتي وجيت علشان اقرب وشي لجوه. انت بتعمل ايه هنا؟ اتفزعت من الصوت اللي سمعته فجأة. بصيت ورايا بعد ما قمت على حيلي، لقيت راجل لابس جلابية خضرة وعلى راسه عمة ضخمة لونها ابيض خافية ملامحه كلها، واقف بثبات قدام باب القبر وهو ساند على عصاية كبيرة. رحت عليه وانا بحاول اكلمه بس صوتي ما كانش خارج. شاورت له يفتح لي الباب بس هو فضل واقف ثابت من غير ما يتحرك، وقال لي نفس الجملة مرة تانية: انت بتعمل ايه هنا؟ مش عارف ليه لما قربت منه شميت ريحة بشعة عاملة زي ريحة حيوان ميت، وده بالفعل اللي انا لقيته. جنبه بكام متر كلب ضخم ميت وجسمه منفوخ، وسمع صوت ازيز خارج منه. ده صوت دود؟ معقولة؟ اللي ما كنتش فاهمه ان ده نفس الكلب اللي انا كنت شايفه من شوية بيقرب مني. الراجل الغريب ده لما لقاني ببص على الكلب حرك راسه هو كمان، رجع يبص لي تاني وقال لي بصوته الخشن: ما تركزش على اللي هتشوفه هنا. قرب مني وهو بيتسند على العصاية وكمل كلامه وقال: انا هفتح لك الباب ويا ريت ما تجيش هنا تاني. بس اللي حصل بقى وهو بيقرب، فجأة وقف بعد ما مسك القفل وهيفتح الباب.
سمعته بيتمتم بكلام مش مفهوم. الملفت انه مش باصص عليا، انا ايوه مش شايف ملامحه ولا شايف حتى عينيه، بس راسه نفسها مش متوجهه ناحيتي، ده باصص ورايا، او علشان اكون واضح اكتر باصص على حاجه ورايا هي اللي خليته يتمتم بالشكل ده ويبعد ويرجع زي ما كان واقف تاني. نفس التنميل حصل مرة تانية، رجلي وايدي ولساني، جسمي كله نمل فجأة. بدأت أحس بهوا سخن حواليا وأنفاس هادية جدا ورايا. الدم نشف في عروقي، لا قادر أتحرك ولا قادر أبص ورايا. كل اللي عملته إني بصيت على الراجل العجوز اللي لقيته بيرفع العصاية بتاعته وبيوجهها ورايا. في الوقت ده حسيت بإيد من نار بتلمس كتفي، وصوت الأنفاس قرب جدا لدرجة إنه استقر جنب ودني الشمال. قلبي بيدق بقوة، العرق مغرقني، التنميل في جسمي بيزيد بشكل بشع لدرجة إن حسيت إن روحي بتتسحب مني. وبدون أي مقدمات، وسط صوت الرياح ونباح الكلاب، سمعت صوتها. أيوة، صوت عمتي. أيوة، عمتي اللي ميتة، وهي بتهمس في ودني الشمال وكمان بتغني لي الأغنية اللي كانت بتغنيها لي وأنا صغير. ساعات ساعات وساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحاجات، وساعات ساعات. كان في صدى صوت بيتردد حواليا وسط خوفي ورعبي من اللي أنا فيه. بس بصراحة دمعتي نزلت مني، ما كانتش مجرد عمة، دي كانت أمي وأختي وصاحبتي. بصعوبة حركت راسي عليها، بس بطرف عيني قدرت أشوف اللي ورايا علشان أتفاجئ إن مفيش حد خالص. جيت أبص قدامي مرة تانية، لقيت عمتي واقفة مكان العجوز وهو مش موجود، واقفة بتبص عليا وعليها كفانها الأبيض المتطرب. لما شفتها ما صدقتش نفسي. مستحيل، طبعا مستحيل، مستحيل تكون دي عمتي اللي لسه مدفونة من أيام. مكان عيونها فاضي، عيونها مش موجودين أصلا، شعرها مقصوص بشكل عشوائي، وشها متشوه تماما. بقها اللي منه سمعتها بتدندن اللي في ودني وكانت بتغني لي كان متخيط لدرجة ان الشفايف اصلا مش باينين من كتر الخياطة. وفجأة وبدون سابق انذار لقيتها بتقرب مني وهي بتجري، خبطت في الباب الحديد خبطة قوية جدا، كانت عاملة زي الزومبي. رجعت لورا تاني وبكل قوة مرة تانية جريت، خبطت نفسها في الباب خبطة اقوى من المرة اللي قبلها، لدرجة ان مناخيرها اتكسرت ووشها بدأ ينزف دم لونه اسود. في المرة التالتة نجحت في انها تكسر الباب، وقع الباب جنبي، وفي اللحظة دي قدرت اصرخ بأعلى صوت عندي وما حسيتش بنفسي. اغمى عليا، انا اصلا كان لازم يغمى عليا من بدري. ما كنتش احب اشوفها بالشكل ده، حتى لو كنت معتقد ان اللي شفته ده كان كابوس، برضه ما كنتش احب لما كشفت عن وشها لاخر مرة ان صورتها تتشوه في تخيلاتي بالشكل المفزع ده. بس ثواني، هو انا ليه قلت كنت معتقد؟ لانه للاسف الشديد ما كانش كابوس، كل اللي انا شفته وعشته كان حقيقي، وده عرفته لما فتحت عيني مرة تانية. معرفش عدى قد ايه من الوقت، بس لقيتني راقد على سريري، مراتي لبنى قاعدة جنب مني بتعيط ومنهارة، وحماتي قاعدة على كرسي جنب السرير، ورضوى بنت عمتي صفاء بلبسها الاسود واقفة في البلكونة، وجنبها تامر خطيبها وفي نفس الوقت صاحبي الوحيد. لما لبنى شافتني فتحت عيني، حضنتني وهي بتقولي بانهيار كنت هموت من القلق عليك. حماتي قامت تنادي على تامر ورضوى وهي بتقول بصوت عالي مش قلتلكم سيدنا الشيخ هو اللي هيقدر على الاسياد؟ تامر جالي ملهوف وهو بيطمن عليا، وشه كان اصفر جدا، شفت على ملامحه نظرات غريبة، كان واضح عليه طبعا انه متوتر. قال لرضوى وهي كانت جاية بتقرب عليا ببطء وهي بتقدم خطوة وتأخر التانية، حبيبتي حاسبي الازاز، ابعدي عن المراية دي خالص. رضوى كانت بتبص لي بنفس نظرات الكره المعتادة منها. حاولت اتحرك، حسيت ان جسمي كله مدغدغ، قلت بصوت واطي وبألم وانا باصص لتامر ايه اللي حصل؟ انا مش قادر افتكر اي حاجة. ضحك ضحكة خفيفة كده وبيحاول يطمني بيها بس ما اتكلمش. انا عارف تامر كويس، تامر مخبي عليا حاجة. لقيت حماتي بتقولي ادعي لسيدنا وتجرسنا، هو اللي شفاك بايده الطاهرة. لبنى قامت من على السرير ووقفت جنب حماتي وقالت عندك حق يا ماما، الحمد لله اننا اطمنا عليك يا فريد. قربت مني وهي حاطه ايديها على بطنها وبتقولي بصوت حزين، معقوله يومين يا فريد بحالهم بقى تعمل فيا كده وانت عارف ان في اول شهور الحمل والتوتر والخوف غلط عليا؟ برضه ما كنتش فاهم حاجه. لسه هتكلم لقيت رضوى بصت لتامر وقالت له انا هستناك في العربيه تحت.
الله يسامحك، انا اصلا ما كنتش عايز اطلع. بصيت لي بصه وحشه كده ومشيت. تامر قال لها طب اسبقيني وانا جاي وراكي. خرجت ولبنى وراها، وتامر قام وهو بيقول ما تزعلش يا صاحبي، انت عارف بقى اللي فيها، وموت امها مأثر فيها اكتر كمان. كويس انك بخير، همشي دلوقتي وهجيلك تاني. كان متوتر جدا. انا عارف تامر كويس، لاحظت انه زي ما يكون بيتهرب مني. بصيت حواليا شويه بارهاق وبعدها نمت. كانت ايام صعبه جدا مرت عليا من يوم الكابوس بتاع القبر. لبنى مراتي قالت لي اني كنت مختفي يومين بره البيت. طبعا انا مش فاكر اي تفاصيل، وكل ما اسالها او اسال حماتي اللي في الفتره دي ما كانتش سايباني يقولوا لي مش مهم اللي فات، البركه في الشيخ. حسيت اني بتغير الفتره ديت للأسوأ. بعد ما اتعافيت وقدرت اقوم من على السرير ما كانش جوايا اي طاقه ان اعمل اي حاجه. حتى المدرسه اللي انا كنت شغال فيها ما بقتش طايق اروحها. ومدير المدرسه بنفسه اتصل بيا يطمن عليا. زعقت له وغلطت فيه بدون اي داعي وقفلت في وشه. مراتي وحماتي طردتهم من البيت وحركت عليهم ما اشوفش حد فيهم طول ما انا صاحي. وبقيت افضل القعده لوحدي، ما بقتش طايق اشوف اي نور. قفلت كل الشبابيك وكل مصدر للنور، لدرجه اني كسرت كل اللمبات اللي في الشقه وبقيت قاعد في الضلمه الكحل. ما بقتش بطيق الميه تنزل على جسمي، ريحتي بقت مقرفه، بس حابب كده. مش باكل، وكل لما احط لقمه في بقي كنت بجيب اللي في بطني كله، ولما بخلص بلاقي دود اسود طويل بيزحف. كل اللي بعمله اني بنام طول النهار واصحى طول الليل، وبفضل فارد جسمي على السرير وباصص للسقف، حاسس بكل اللي انا بعمله. بس في نفس الوقت بسمع اصوات من جوايا بتوجهني ان انا اعمل حاجات غريبه، وكنت بنفذ كده فعلا. حاجات غريبة جدا مستحيل تيجي في دماغ اي حد، زي مثلا بيجيلي هلاوس كده يخليني لا مؤاخذة اتبول في ركن الأوضة اللي انا فيها، وفعلا كنت بعمل كده. صوت تاني يخليني اجرح نفسي بسكينة وارسم رسومات على الحيطة. كنت يا دوب املى صباعي بدمي الاقي صباعي بيتحرك من نفسه على الحيطة. لا عارف بعمل ايه، ولا ايه المثلثات ولا الحروف المتفرقة ولا النجوم والوشوش الغريبة اللي برسمها على الحيطة ديت. وهلاوس تالت ما كانش بيسيبني قبل ما انام. كنت بنام على السرير زي امي لما ولدتني من غير ملابس نهائي، ووقتها كان لازم اشوف الكابوس اللي كان ملازمني. 3 مخلوقات وشهم بشع، جسمهم طويل جدا، عيونهم زي عيون القطط، وشعر تقيل مغطي كل جسمهم حتى وشهم كله شعر، ولسانهم طويل زي لسان الافاعي، والتلاتة في وضع النوم جنب بعض. وسامحيني مش هقدر اكمل شرح، واتمنى تكوني فهمتي قصدي. الموضوع كان فيه، اسف في اللفظ يعني، نجاسة. والكابوس ده يوميا لازم اشوفه، لدرجة اني اتعودت عليه. وكنت عارف ان في اكتر من تعبانة عايش معايا في نفس الأوضة، واكترهم تحت السرير، لاني بقيت بستمتع بصوت فحيحهم المستمر. قبل وفاة عمتي كنت ملتزم دينيا. في الفترة دي كل ما كنت افكر اصلي بحس بنار بتمسك في راسي، واسمع صوت دبدبة في الصالة وانا قاعد لوحدي في اوضتي وقافل النور كله. واخرج مفيش حد موجود. كنت كل يوم اصحى الساعة 12 بالليل ادخل المطبخ علشان اشرب، بلاقي صينية الاكل اللي كل يوم الاقيها متغيرة والاكل زي ما هو. كان واضح ان لبنى بتيجي الشقة وانا نايم بتجيب لي الاكل كل يوم وتاخده تاني يوم وتجيب لي اكل غير. كنت بلاقي على الارض جنب التلاجة حتة لحمة كبيرة، انزل على ركبتي واكل فيها بكل شراهة وانا مستمتع جدا. بس ما كنتش بمسكها، انا كنت باكلها وهي على الارض، وبحس برجلي بتدوس على راسي لحد ما اخلصها كلها. اللحمة برغم ريحتها الوحشة وطعمها الخشن المؤزز، بس انا كنت حابب طعمها وفضلت اكل فيها. ويحصل نفس التفاصيل اكتر من اسبوعين، وفي كل مرة الرجل اللي بتدوس على راسي ما بكونش شايف مين صاحبها. بمجرد ما اخلص اكل برجع اتحرك من جديد. وفي يوم كنت بين الصحيان والنوم سمعت في الصالة اصوات كتير متداخلة في بعضها، خبط على همهمة. قعدتي في الضلمة خلتني اشوف بوضوح فيها. بصيت في الصالة لقيت كلب ضخم واقف عيونه منورة، وعلى الارض كلب تاني واضح انه ميت، والكلب الضخم بياكل في الكلب الميت. وفجأة فصل رجله بأسنانه الحادة ومسكها بين أسنانه وبدأ يمشي بيها للمطبخ. بمجرد ما دخل المطبخ غمضت عيني ورحت في النوم. لما صحيت رحت كلت اللحمة اللي لقيتها في مكانها، وجيت علشان ارجع الأوضة تاني لقيت حد واقف جوه. كنت خارج من المطبخ وعيني وقعت عليه، كان واقف بيهز هزات خفيفة يمين وشمال، ايده جنبه. لما بصلي رفع ايده اتجاهي وبيأمرني اقرب منه، وده اللي انا عملته. ما كنتش خايف، شعور الخوف اصلا اختفى من جوايا.
ولما قربت لقيتها عمتي. استنوا الجزء الجاي وتصبحوا على خير.